يدون الهدف الأول، يدون الكابيتان صهيب. نعم، صهيب أيمن يسجل الهدف للأخضر السعودي بعد تسديدة قوية لا تصد ولا ترد. ونعم يا دوب نتحدث عن الهدف الجميل اللي سجل في المباراة الماضية أمام المنتخب الجزائري بتسديدة، لكن هنا التسديدة حاضرة في النهائي عن طريق اللاعب صهيب أيمن. لكن أي تسديدة، أي قذيفة ذهبت سكنت في شباك المنتخب السوري، وبالتالي يتقدم الأخضر السعودي هنا في أحداث هذا اللقاء. هدف مقابل لا شيء. نعم، قذيفة قوية في اللقطة الماضية ذهبت في كرة قوية وفي شباك حارس المرمى طه موسى، معلنا بتقدم المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء. بهدف لا زالت مستمرة هذه فرصة، هذه محاولة، الكرة قائمة في حديث مع اللاعبين الآن نشاهد ونتابع لمصلحة المنتخب السوري. هل يأتي بالهدف في هذا التوقيت؟ هل من رأسية؟ محاولة في مكان لا زالت مستمرة، الكرة مع ذلك مقطوعة. انطلاقة مع اللاعب صهيب، يتقدم صهيب انطلاقة، هذه فرصة، هذه سعودية أو اللاعب أحمد يوسف يلعبها العرضية، عادت في الطرف الأيسر، محاولة لا زالت قائمة، يبحث عن التسديدة لكن تأخر فيها نقلها الان كل الطرف الايسر، يبحث عن كره اماميه. محاوله لا زالت مستمره، فرصه تسديده قويه، اصطدت. نعم، بفرصه بمحاوله لكن عادت الان باتجاه اللاعب ماردك الكابيتانو، دوران على الكره بصوره ممتازه. ماردك يلعبها، هذه محاوله قد تكون الاخيره، قد تكون بالهدف ياتي في هذا التوقيت، لكن الكره مرت عدت الى خارج ارضيه الملعب الركنيه. فرص، ياهي كرات في اللحظات الأخيرة بمحاولات من جانب هدف المنتخبين المباراة في هذا اللقاء. نعم، خلال الشوط الثاني الكرة الماضية إلى ركلة ركنية بين المنتخب الكابيتانو أمام حارس المرمى حامد عبد الله لمصلحة المنتخب السوري. ماردك على التنفيذ في الكرة. نعم، يسجل الركلة الأولى لمصلحة المنتخب السوري. الركلة الأولى يسجل لمصلحة المنتخب السوري. نشاهد ونتابع. نعم، الكابيتان من سجل الكرة في الزاوية وحارس المرمى في الزاوية الأخرى. كرة مميزة. نعم، وضعها في الشباك. الآن اللاعب صهيب أيمن الكابيتانو. صهيب يعني يتذكر في الدور النصف النهائي عندما أهدر ركلة الجزاء أمام المنتخب الجزائري. الآن يأتي بعد أن سجل هدف جميل في هذا المساء في شباك حارس المرمى طه موسى. الآن الحارس العملاق طه موسى أمام اللاعب صهيب أيمن. صهيب على التنفيذ لهذه الكرة الأولى مع الركلة الأولى لمصلحة المنتخب السعودي. نعم، يسجل صهيب. نعم، يسجل صهيب هذه الركلة الأولى لمصلحة المنتخب السعودي. ركلة بركلة، كرة في زاوية وحارس أيضا في زاوية. الآن الركلة الثانية لمصلحة المنتخب السوري مع اللاعب علي الرينا. على الرينا هنا المدرب تامر حسن في لحظة ترقب، ينتظرون في لحظة فرحة أكيد في هذا اللقاء. الآن نشاهد ونتابع علي الرينا حامد عبد الله. نعم، علي يضع الكرة في الشباك، يضع الكرة في الشباك بصورة أيضا مميزة بنفس الطريقة وأيضا بنفس الزاوية. يعني الآن 3 أهداف بنفس الزاوية. الآن حارس المرمى طه موسى يذهب إلى الزاوية اليمنى مع هذه الركلة الثانية لمصلحة المنتخب السعودي. نشاهد أحمد يوسف على التنفيذ. أحمد يوسف المدافع من يتقدم لتنفيذ هذه الركلة الثانية
لمصلحة المنتخب السعودي. طه موسى حارس المرمى، وأمام أحمد يوسف. أحمد يوسف يا سلام، نعم وضعها في سقف المرمى تماما، وبالتالي الكرة في شباك لكن هذه الكرة يعني في العارضة، وبعد ذلك أو الكرة نعم ذهبت في الشباك. بكرة كانت قوية تماما في اللقطة الماضية لمصلحة المنتخب السعودي. التعادل الآن ركلتين بركلتين، الركلة الثالثة مع تقدم اللاعب المتقدم عبد الرحمن الحسين. يلعبها نعم، يضعها في الشباك. عبد الرحمن يضع الركلة الثالثة في الشباك لمصلحة المنتخب السوري. نعم الفرحة الكبيرة. الآن ينتظرون نعم دور الحراس، ينتظرون طه موسى، ينتظرون حامد عبد الله من جانب المنتخبين. على التنفيذ الآن عبد الله الزيد على التنفيذ. الركلة الثالثة لمصلحة المنتخب السعودي. الركلة الثالثة عبد الله الزيد حارس المرمى، طه موسى، عبد الله وطه، عبد الله وطه، عبد الله يا سلام، يا هدوك يا عبد الله، يضع هذه الركلة الثالثة وأيضا التعادل. 3 ركلات ب3. الآن الركلة الرابعة نعم وضع الكرة بصورة رائعة، بصورة مميزة نعم بهذه الطريقة. الآن نشاهد ونتابع الركلة الرابعة. حسن دهان على التنفيذ، هو يعني يمتاز بكرات بالقدم اليسرى. نشاهد الآن حامد عبد الله وحسن دهان. حسن دهان على التنفيذ. الركلة الرابعة لمصلحة المنتخب السوري. حسن وحامد. حسن نعم يضعها في الشباك، يضع الكرة في الشباك. الركلة الرابعة الآن لمصلحة المنتخب السوري بصورة ممتازة. وضع الكرة اللاعب حسن دهان نعم في الزاوية الصعبة، وأيضا حارس المرمى في زاوية والكرة في الزاوية اليسرى بهذه الطريقة. الركلة الرابعة الآن لمصلحة المنتخب السعودي مع اللاعب ماجد خليفة على التنفيذ. حارس المرمى طه موسى. لاحظ ماركوس سواريز والكل يترقب نعم الأعصاب، وأكيد مع هذه الركلة ماجد وطه. الركلة الرابعة للمنتخب السعودي. طه لكن حارس المرمى نعم طه يتصدى لهذه الركلة، ركلة مهدرة للمنتخب السعودي، لكن كان حاضرا طه بالتصدي بنفس الزاوية بنفس المكان، وبالتالي الآن هذه الركلة الحاسمة لمصلحة المنتخب السوري. إذا سجل هذه الركلة نعم المنتخب السوري راح يتوج بطلا للنسخة 15 للدورة الألعاب العربية لكرة القدم. هنا محمد ريحانة على التنفيذ وحامد عبد الله. محمد ريحانة على التنفيذ. هذه الركلة الحاسمة لمصلحة المنتخب السوري. حامد عبد الله يظهر في هذه اللقطة، يظهر في هذه الكرة، وبالتالي يتصدى لهذه الكرة، لهذه الركلة نعم مهدرة لمصلحة المنتخب السوري بعد أن كان قريبا مع التتويج مع هذه الكرة. لكن الآن العودة بالتعادل مع الركلة الخامسة. الآن ركلة بركلة. ياهي مباراة نعم مثيرة في أرضية الملعب أيضا مع الركلات الحظ. الآن راح نشاهد ونتابع مع اللاعب صالح برناوي على التنفيذ وطه موسى. طه يلعبها نعم يضعها في الشباك.
يضعها في الشباك في اللقطة الماضية. نعم، بعد أن كان قريبا المنتخب السوري، لكن حامد عبد الله كان له الكلمة في الكرة الماضية. نشاهد ونتابع الآن الركلة السادسة لمصلحة المنتخب السوري. أحمد الدالي على التنفيذ، وحامد عبد الله. يا سلام على التصدي لهذه الركلة. نعم، الآن يضع المنتخب السعودي بأفضلية مع هذه الركلة. الآن راح نشاهد ونتابع، لكن هنا التصدي لحارس المرمى. نعم، طيران في اللقطة الماضية وإبعاد للكرة، وبالتالي أيضا التصدي لهذه الركلة المهدرة. الآن الركلة المهدرة، الآن الركلة الحاسمة مع اللاعب المتقدم، اللاعب اللي يأتي الآن لتنفيذ هذه الركلة، اللاعب عمار الخيبري يأتي لتنفيذ هذه الركلة، هذه الكرة، هذه المحاولة مع هذه الكرة للتتويج باللقب. نشاهد ونتابع. أم هناك كلمة لطه موسى وعمار الخيبري؟ عمار على التنفيذ، يضعها في الشباك، يضع الكرة في الشباك. إذا المنتخب السعودي بطلا لدورة الألعاب العربية لكرة القدم. نعم، بعد أن شاهدنا أيضا الإثارة مع ركلات الحظ، مع ركلات الترجيح، وبالتالي المنتخب السعودي يتوج بلقب دورة الألعاب العربية لكرة القدم أيضا في هذه النسخة ال15 بعد مباراة ممتعة أمام المنتخب السوري. نعم، ألف مبروك للمنتخب الأخضر السعودي. هارد لك من الأعماق للمنتخب السوري الذي حاول أيضا مع الركلات الترجيح، مع ركلات الحظ. الآن المنتخب السعودي يتوج باللقب الذي طال انتظاره. نعم، من خلال السنوات الماضية، يأتي من خلال هذه النسخة ال15 لدورة الألعاب العربية لكرة القدم والمقامة هنا في الجزائر. نعم، يأتي والمنتخب السعودي يتوج باللقب بجدارة واستحقاق. نعم، المنتخب الذي وصل إلى هذه المرحلة، الذي وصل وتواجد أيضا في هذه الأمسية. هكذا هي مسك الختام لدورة الألعاب العربية لكرة القدم. الميدالية الذهبية تذهب للأخضر السعودي، بينما الميدالية الفضية تذهب للمنتخب السوري من خلال هذه الأمسية الكروية. نعم، هنا العلم السعودي الأخضر، العلم الذي دائما ما يرفرف عاليا في السماء، وأيضا فرحة الصقور وفرحة الأخضر السعودي بتتويجه بلقب دورة الألعاب العربية لكرة القدم. هكذا هي مسك الختام لدورة الألعاب العربية. مشاهدينا الكرام عبر قناة الشارقة الرياضية، استمتعنا معكم في هذه الأمسية وأيضا من خلال هذه الدورة، إلى أمل أن نلتقي معكم بحول الله خلال البطولات القادمة وأيضا الدورات والبطولات التي راح تكون حاضرة عبر قناة الشارقة الرياضية. كان معكم في التعليق عبد الحميد الجسمي، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.